اليوم رح نعمل وصفة كباب في البيت بطريقة سهلة مع رز كتير زاكي وصوص الطحينة. يلا نعملها مع بعض. لتتبيلة اللحم بنحتاج سن، ثوم، فلفل حسب الرغبة، بصل متوسطة، نص فليفلة حمراء وبقدونس. بنفرم المكونات وبنضيف على 350 جرام من اللحم المفروم ولازم يكون بارد. بنضيف عليهم 50 جرام ليا، نص كوب توست مفروم، ملح وفلفل أسود. بنعجن المكونات كويس، بنكبب اللحمة بالشيش والحجم حسب الرغبة. البركة من الله، نص الكمية عملت لي 7 سياخ. بشواية أو صاج على النار بنضيف شوية زيت، بنشوي الفلفل، البندورة والكباب. وعلشان ما يتفتت الكباب منكم لا تقلبوه إلا لما يحمر. وإذا حابين الكباب مدخن ضيفوا جمرة بقصدير عليها نقطة زيت وغطوها كويس. لعمل الرز بنضيف على المي السخنة هيل حب زيت، ملح، والرز مغسول ومنقوع بملح نص ساعة. بمقلة على النار بنضيف شوية زيت، بصل شرايح، بنقلب حتى يشقر، بنضيف جزر مبروش وبنقلب حتى يحمر. بنضيف الكشنة على الرز، بنغطيه كويس وعلى نار منخفضة ربع ساعة. لعمل صوص الطحينة بنحتاج ثوم، معلقة كبيرة زبادي، ربع كوب طحينة، عصير ليمون، ملح وفلفل أسود، وبنقلب كويس. البصل والبقدونس بالسماق. بنوزع الكباب، وأكيد ما بننسى الرز. وهيك خلصت وصفتنا، أتمنى تجربوها. الكباب طري ما شد وتغير حجمه، الرز بشهي، وصوص الطحينة كتير زاكي، وصحتين وألف عافية.